مساء الخير لكل أصدقائنا المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا من كافة أنحاء أستراليا والعالم دايما على 2me.com.au. حالة الطقس بسيدني 21 درجة، أما بملبورن 19 درجة، ودايما وذر ريبورت بيتقدم لإلكن برعاية حلويات عبلة جرانفيل، ما عندهم ولا فرع آخر غير فرع جرانفيل. اتصلوا فيهم على 9637-8092. ومثل ما وعدتكم من أول برنامجنا لليوم وكلنا محمسين مستمعين وأنا، لأنه الفلكي الدكتور واللي سموه نوستراداموس العرب، عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين وعضو الاتحاد العالمي للروحيين، حاصل على ليسانس بالحقوق من جامعة القاهرة، ودرس أيضا علم الطاقة ويقرأ التاروت والطابع والنجوم، ويقدم برنامج حاليا تفسير أحلام على فضائية مصرية تلفزيونية، ويحضر أرواح أيضا وكتير اشياء غيرها. يعني اسمحوا لي نرحب معه مباشرة على الهواء، واشكره كمان لهالمقابلة الحصرية اللي عطانا اياها عبر اثير 2ME استراليا. صباح الخير دكتور احمد شاهين. اهلا، صباح النور والفل عليكي وعلى مستمعي راديو 2M استراليا وعلى مستمعي جميع دول الكومنولث والعالم العربي والعالم اجمع باذن الله. اهلا وسهلا فيك. الكل مبسوط، اللبنانيه مبسوطين، المصريه مبسوطين، العراقيه مبسوطين، الكل ناطر الحمد لله. تمام، اتفضلي. توقعت دايما هيك توقعاتك، يعني حصل العديد منها، خلينا هيك نختصرهم بشو توقعت بهيديك السنه والسنه اللي قبلها وشو اللي زبط معك. خلينا نبلش هيك. تمام، طبعا لي توقعات محققه، يمكن هي اعلى نسبه توقعات محققه على مستوى العالم، وده زي ريكورد كده من الاتحاد الامريكي للفلكيين. نعم. انا هبدا. التوقعات المحققه كانت على مدار السنه الحاليه اللي هي 2016 لسه ما انتهتش، وعلى مدار السنوات السابقه. مثال توقعات للعام 2016 اللي هي انتهت، يعني كان عندنا مثلا توقعات مشاكل وفضائح لبعض البرلمانيين المصريين زي توفيق عكاشة، زي مرتضى منصور، زي احمد مرتضى منصور ابنه. توقعات اختطاف الطائرة المصرية على الحدود اللي هي تم الاتجاه بها إلى قبرص من مطار برج العرب. توقعت إطلاق النار أيضا على طائرة اللي هي وقعت في عرض البحر المتوسط اللي كانت تقريبا جاية من فرنسا. توقعت تفجيرات وعمليات إرهابية في مصر، مثال كانت منطقة المهندسين. توقعت تفجير أماكن دينية حول العالم، وكان منها تفجير المعبد الهندوسي الشهير في الهند. احداث الحرم توقعتها السنه السابقه والسنه الحاليه، من خلال كان في ريمه انا حللتها من خلال حروف معينه، قدرت استشف ان في مشاكل هتحدث في الحرم. وبالفعل لاول مره في التاريخ الاسلامي يحدث تفجيرات عمليات ارهابيه في الحرم النبوي جنب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ايضا في الكعبه، رفعه الحرم، دماء الحجاج الى اخره. طبعا توقعت مظاهرات العراق وانقلاب على رئيس الشرعي من خلال البرلمان وتفجيرات العراق. توقعت فضائح لبعض الفضائح ومشاكل، وده اثار لي مشاكل، بس دي كانت توقعات، ما فيش حاجه شخصيه بيني وبينهم، زي الاعلام احمد شوبير، زي احمد موسى الى اخره. توقعت اعدامات لبعض قاده الاخوان في رمضان، وبالفعل حدث. توقعت ان الاهلي بالنسبه للتوقعات الرياضيه، لان ما بتوقعش سياسي ولا شخص للناس، انما ايضا اتوقع رياضيا. توقعت ان الاهلي بطل الدوري المصري، زي ما توقعت قبل كده على مستوى العالم ان اورلاندو هياخد افضل لاعب في العالم، وتوقعت كاس العالم الالماني اخذته الى اخره. توقعت بعمليات ارهابيه وحوادث في رمضان والسعوديه والحرم زي ما انا قلت. توقعت محاوله اغتيال المشير عبد الفتاح السيسي في نواكشوط اللي هي حدثت منذ فتره. بالنسبه لتوقعاتي على مستوى السنوات السابقه، توقعت العديد والعديد، منها مقتل القذافي، منها موت سيف اليزل، منها وفاه الفنانه فاتن حمامه، سعيد صالح، صباح، خالد صالح الى اخره. حتى مؤخرا محمد زويل، مؤخرا احمد زويل توقعت بالنص، لان ليا اضافه للتوقعات السنويه اللي انا بطلع على الفضائيات ليله راس السنه بصدر توقعات للسنه الجديده. على مدار السنه ايضا ليا توقعات في الشهور، مش راس السنه بس. فمن ضمن التوقعات 3-4 شهور قبل ما احمد زويل يموت ب4 شهور، شهر ابريل، توقعت على احد الفضائيات واحد الجرائد الكبرى في مصر. توقعت، قلت سيشهد شهر اغسطس اوله وفاه العالم الحاصل على جائزه نوبل. حددت الاسم، انا بحدد الاسماء، احمد زويل. وبالفعل في اوائل اغسطس توفي العالم الكبير الحائز على جائزة نوبل، العالم المصري الأمريكي أحمد زويل. حتى كمان وقتها كمان حكيت عن تعلقه الشديد بمصر كمان. تمام، تعلقه الشديد بمصر، وكشفت، انت عارفه ان الهيئه الفلكيه او الاوروسكوب او الطالع للانسان بيكشف حتى النوايا وبيكشف ماذا
ماذا يدور في او يجول في خاطر الانسان او فكره او دماغه. شو حلو. فبالتالي انا كنت متوقع ان هو سيعاود الرجوع الى مصر، وكان سيستقر بشكل نهائي، وكان سيفجر اكتشاف جديد قد تكون مصر مستفاده منه اكثر من امريكا او اكثر من العالم، لكن القدر لم يهمله. كان ليا توقعات كنت منفرد بها على مستوى العالم ولم يسبقني لها احد. بالنسبه للبابا اليسوعي، البابا فرانسيس الاول، توقعت ان البابا بنديكتوس، الكلام ده اخر 2012، البابا بنديكتوس السادس عشر سيستقيل ريساين، وبالتالي سيخلفه البابا اليسوعي البلاك. الناس طبعا قالت ده مش اسود وما جاش اسود. قلت لهم لا، بلاك بوب يطلق على الجزويت او ذوي الرداء الاسود، وبالفعل قلت اصوله اوروبيه ايطاليه رومانيه، وبالفعل اتى البابا فرانسيس الاول اللي هو ارجنتيني من اصول رومانيه، هو اصلا ايطالي، واصغر سنا من بنديكتوس، وسيطلق عليه بابا السلام. الكلام ده قلته اخر 2012. 2012 قلتها ب 2012. انا قلت اخر 2012 وانا بصدر توقعات 2013. اجى شهر مارس 2013 بعد 3 شهور من توقعاتي تحقق ما قلته تماما. جاء البابا فرانسيس الاول البابا اليسوعي، ومن سنتين اطلق عليه بابا السلام. ليه توقعات عديده على مستوى العالم، منها سقوط الاخوان في مصر، منها تولي اول من توقع في العالم تولي المشيع فتح الكلام ده 2012. كان لسه حتى ما بقاش فريق على فضائيات، وفي اعلاميين بالاسم كبار هاجموني. دلوقتي زي ما اقول ايه، بيعملوا ودن من طين ودن معجين، لكن احمد شام ما قالش، لكنها مصدقه باسمي، واللي بيتابعنا عارف، ومثبته في وسائل الاعلام المصريه والعربيه والعالميه. شفناها. قلت ان المشيع فتح السيسي هو، ومن نبوءات قديمه، هو رئيس مصر القادم الفتى الاسمر الذي سيرتبط مجيئه بمشروع يخص تراب مصر. ومؤخرا من يومين 3 نشرت نبوءه اخرى تخص انه هو ده صاحب مصر، هو الذي سيعمل على مشروع خاص بتحليه مياه البتاع، ونشرت نبوءه من 1100 سنه. فالمشيع فتح السيسي بالفعل جاء رئيسا لمصر في انتخابات، وفي نفس الوقت كان اول مشروع ليه كان هو مشروع قناه السويس الجديده، وهو المشروع المرتبط بتراب مصر. ويمكن كان في رئيس تحرير احد الجوائد اللي عندنا اسمها اليوم السابع، كان نشر مقاله 2013 قال فيما معناه انا قرات مقاله جيده للفلك احمد شاهين بيتنبأ ب1 2 3 4، وان صاحب مصر او اللي هو بيتنبأ به، هو بقى بيقول اللي انا بستشف ان احمد شاهين يقصد ان هو السيسي سيكون مرتبطا ب بتراب مصر. وبالفعل كان المشروع اللي هو قناه السويس الجديده. من ضمن توقعاتي المحققه مقتل العلامه محمد سعيد البوطي في سوريا، قوسنه الشبكه العنكبوتيه في اسرائيل في 7 ابريل، حددت اليوم سقوط الحكومه اللبنانيه، ده كان في 2015 2014. تحقق توقعي بتولي الامير تميم، توقعت ان الامير حمد بن خليفه سيتنازل عن الحكم لابنه تميم. تحقق توقعي ببراءات مبارك وموزة النظام السابق. انفجار مبنى المخابرات الحربيه في اسماعيليه. حل جمعيه وجماعات الاخوان المسلمين في مصر. مساعده الجيش المصري لازمه السيول في المملكه. العمليات الارهابيه اللي حصلت حوالين العالم توقعتها. ومن ضمن التوقعات القادمه اللي انا قلتها من 2012 برضه كل سنه بعيدها لحد ما هيجي 2016 بقول ان هيلاري كلينتون هي رئيسه امريكا القادمه. طبعا انا توقعت من زمان، انا قلت هيلاري كلينتون احد طرفي الانتخابات وستفوز وستكون اول عم تتوقع هلا لهيلاري كلينتون انه رح تكون رئيسه امريكا. انا توقعي ده بقوله كل سنه باكد عليه عشان لما يجي 2016 الناس هتفتكر كلامي. 2012 قلت انتخابات 2016 2013 2014 2015 كل سنه باكد عليه، بقول ان 2016 الانتخابات الرئاسيه ستسفر عن فوز هيلاري كلينتون. دكتور احمد، من ضمن التوقعات طبعا السابقه رحيل مرسي وصعود السيسي لتولي الحكم، وفاه البابا شنوده، ثورات الربيع العربي خصوصا في مصر، سقوط مبارك، فشل حمدين صباحي وحازم ابو اسماعيل في انتخابات الرئاسه، ومواجهات سيناء واحداث 26 و27 يوليو، وايضا ثوره 30 يونيو في مصر. دكتور طبعا انا ما اقدرش اوجدها لان بفضل الله كثيره. نعم، اسم الله عليك، ما فينا نلحق، بدك تكون معنا شوي ولكن رح ننتقل لفاصل صغير، ولكن رح نقول له للمستمعين انه رح يكون في عنا توقعات حصريه عن استراليا بعد الفاصل. رح تحكي لنا اكثر عن التوقع اللي قلته لاغتيال الرئيس السيسي وغير احداث. خليكن معنا. رجعنا لكم دايما عبر أثير 2ME أستراليا 1638 AM. حالة الطقس بسيدني 20، ملبورن 19، ودايما ويذر ريبورت بيتقدم لكم برعاية حلويات عبلة. بدي أشكر كل اللي اتصلوا بهالوقت
وكل الاشياء الحلوه اللي قالوها، وحتى يعني كل اللي سمعته. كمان بدي اشكر كل الاتصالات. رح نرجع ومباشره على الهواء رح نطير على مصر. صباح الخير عن جديد دكتور احمد شاهين. يعني انت معود بتوقعاتك القويه، مفروض بتكون كتير متوقع انتقادات قويه، ولكن الغريب انه لما بتصدق توقعاتك يعني بيضل بعده الهجوم ماشي، لانه